بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة في الحلقة التاسعة من كورس مكثف لتعليم الأطفال الأصوات، ازاي يقرأوا وازاي يتملوا بطريقة الجيلوفونكس بس على طريقة ميس أسماء. طيب النهاردة إن شاء الله هناخد إيه؟ هناخد حاجة اسمها ديجراف. ديجراف يعني إيه؟ يعني two sounds بيجوا مع بعض، يعني صوت وصوت كمان بيجوا مع بعض بيعطوني صوت جديد خالص. تمام؟ بيعطوني صوت جديد خالص. طيب أول حاجة النهاردة هناخد الصوت ده. تعالوا واحدة واحدة كده معايا. ده لوحده يعني ده رقم واحد هبدأ بيه. ده الأول صوته إيه؟ صوت التعبان. طيب قابل تحط إيدك على صدرك وتطلعه، فلقاه بيعمل دوشة. راح أعمل له إزاي؟ دول لما اتقابلوا مع بعض ده قال للإتش، حط إيده على بقه وقال له شش شش. ما عدتش تعمل دوشة، أنت بتعمل دوشة شش بس بقى. تمام؟ يبقى طالما الصوتين دول جم مع بعض تعرف ان الاس قالت للاتش شش 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 وحطت ايديها على بقها شش عشان تبطل تعمل دوشه. ومن ساعتها سموهم هما الاتنين شش شش. تحط ايدك على بقك وتقول شش شش، يعني اسكتوا خلاص ما تعملوش دوشه. تمام؟ طيب يبقى هما الاتنين لازم اكتبهم مع بعض. لو انا دلوقتي شفت مثلا معاها الصوت ده هقرأها ازاي؟ ش شا. طيب نشوف التاني. انا عارفة ان دي اسمها شي، بس انا هنا هكمل عشان ما تتفهمش غلط، لان في حاجات خارجة عن القاعدة هناخدها بعدين. تعال نقرأ دي مع بعض. ده صوت، هم صحيح حرفين بس الحرفين دول الاتنين لما يجوا مع بعض بيطلعوا لي صوت واحد اللي هو ش. وده كمان صوت، ودبل ال اعتبره صوت واحد، يعني حرفين متكررين انطقوا صوت واحد. يلا كده الصوت ده ايه؟ ش يبقى هاخد واحد واتنين واقف عندهم وانطق الصوت التالت لوحده. وعرفت ان ده زي ما يكون فتحة فتحة بسيطة، بنطق الحرف ده زي الب والت، يبقى ده اسمه ايه؟ تمام؟ عارفين الب والت يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى شل. اقف هنا واكمل ده لوحده. اعتبر لما يجي اي حرف فاولز يعني زي ما يكون عليه سكون، واكمل الحروف اللي بعديها. يبقى شل. تمام؟ طيب لو جه جنبه الحرف ده الصوت ده يبقى ده صوت اتنين، دول يتنطقوا ش وده يتنطق اه اه اه، يبقى ش. تمام؟ طب تعالى كده معايا. وحطيت ده يتنطق ازاي؟ ش ش. تمام كده؟ بص معايا في الأخير. ده هنطقه الأول بعدين أقول ده، يبقى ده صوت وده صوت. الصوت ده إيه؟ ش، والصوت ده إيه؟ ش. يبقى دلوقتي عرفت إن الصوتين دول الحرفين دول أو التو ساوندز دول ما بيجوا مع بعض بيدولي صوت جديد. صوت جديد نيو ساوند يعني إيه؟ صوت جديد عندي. طيب وعرفت إن هو ش، وعرفت إن هو ش، وجربته على الحروف الفاولز كلها. ناخد اللي بعده، بس كرر لي ده. حط ايدك على بقك واقول ش ش ش
واكتبهولي لو سمحت 6 مرات عشان تفتكروا وانت قاعد تكتبوا ان ده صوته ش ش ش. بعد ما تكتب اجهز لي عشان تشوف الحرف اللي بعده. خلصت؟ يلا بينا ناخد الصوت ده. كان يا مكان كانت مرة السي ماشية، كانت قاعدة تعمل ازاي؟ وبعدين قابلت في طريقها لما اتنين اتقابلوا مع بعض قالت لها ايه؟ تيجي تلعبي معايا يا اتش؟ قالت لها العب معاكي ايه؟ قالت لها نلعب لعبة القطر. انا همسك في ديلك، انا همسك في ديلك ونعمل مع بعض القطر. القطر بيعمل ازاي؟ هما هنا هيلعبوا لعبة القطر سوا، يعني السي هتمسك في الاتش ويلعبوا مع بعض صوت القطر. في ت هنا في الأول وشين بعدها. تمام؟ تعالوا كده نجرب مع بعض الحروف معاها الفاولز وهتبقى عاملة ازاي. هنا الاتنين طالما جم مع بعض مش هنطق واحد واحد، هنطقهم سوا، هنطقهم سوا. يبقى الصوت ده كله على بعضه اسمه ايه؟ عشان هنا جراف يعني في حرفين جم مع بعض ادوا له صوت جديد. هنا اديله صوت ايه؟ يلا نركب القطر. اخد واحده بس ودي تبقى تشا. نشوف اللي بعده. يلا نركب القطر خطوه واحده. على وزن ب وت تبقى تش، يبقى تش 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 زي الفتحه خفيفه تش. يلا دي صوتها ايه تش 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 تش. اللي بعده تش تشا تشا تشا. اللي بعده تش تشا تش تشا. تمام؟ يبقى انا لازم اخد الحرف وقف عند الفاولز، اخد الحرف وقف عند الفاولز واكمل القراءه لو جه حروف تانية بعدها عشان اعرف اقرا قراءه سليمه. تمام؟ طيب يبقى انا دلوقتي ده صوت ايه؟ السي لما يجي مع الاتش يديني صوت تش تش. طيب الاس لما بيجي مع الاتش حط ايدك على بقك. هي ضربته وقالت له بطل بقى تعمل شقاوه. ده اما ده بيلعبوا لعبه القطر. بس كده خلاص، سهل جدا ومفيهوش اي حاجه وجربناه على الحروف الفاولز اللي عندي. تمام؟ يلا بينا ناخد الحرف ده. الحرف ده يا ولاد التي برضو قابلت الاتش. كل دلوقتي بيقابل الاتش. الاتش هو اللي عامل ايه؟ حكاوي. عمل ايه؟ حكاوي. قابل مره السي وقابل مره الاس، النهارده هيقابل كمان ايه؟ او المره دي هيقابل ايه؟ التي. يبقى الاتش هنا هيقابل ايه؟ التي هتمشي وهتقابل الاتش، يعني التي الاول وبعدين الاتش. هنا الاتش في رقم 2. ملاحظين اهو رقم 2. تمام؟ يعني اكتب الحرف وبعدين الاتش. قال لك دول يا ولاد اللي مع بعض التي والاتش لهم 2 sounds. ايه هما؟ لا اما انطقها ث واطلع لساني بصوت الث ولازم اطلع لساني، لا اما انطقها ذ واطلع لساني برضو في صوت الذ. مش دي من الحروف اللثويه اللي احنا عارفينها في العربي؟ اهم دول. في كلمات انطقها بالث وفي كلمات انطقها بالذ، في كلمات انطقها بالث وفي كلمات انطقها بالذ. تمام؟ طيب
أنا دلوقتي كلمة زي كلمة thin نطقتها بإيه؟ بالث ولا بالذ؟ ذ. أنا بقول thin نطقتها هنا. أول حاجة هكتبها هنا إيه؟ thin. طيب نقول كلمة 3 أنهي واحدة؟ هنا إي. إن شاء الله هناخد الحروف دي مع بعض وأقول لكم عليها. تمام؟ يبقى هنا نطقتها طب أعمل إيه وأنا بسمعها يا مس؟ وفي شوية خطوات كده نعملهم، يعني بتنفع وما بتنفعش، يعني اللي هو إيه، لكل قاعدة شواذ. بس أنا بفضل لما تسمع صوت تقوم عامل فوق هتكتب س. تمام؟ يعني تكتب فوقها الصوت اللي أنت سمعته وتحفظها بناء على كده، وتطلع لسانك، وبالتعود وبالممارسة بالبراكتس هتعرف لوحدها بعد ما تاخد كلمات كتير. تمام؟ طيب تعال نشوف الكلمات اللي فيها يعني هنا طلع لساني، اوعى تفرق. هي عارف ده وعارف ده بالعربي. ده اهو، ده اهو، ده ده هنا هطلع لساني، هنا ما بطلعش لساني. هنا تي اتش، هنا زد. فهمت؟ يبقى عشان تبقى تفرق قريب شويه بالعربي. تمام؟ طيب كلمه ايه؟ this. طلعت لساني يبقى ده ذ. ايه؟ this. وايه كمان؟ كلمه ذات. ذات. اعمل ايه؟ اقوم كاتبه فوقها كده واقوم كاتبه فوقها كده. يبقى انت لما تسمع صوت تكتب فوقها لما تسمع صوت تكتب فوقها طب ليها حل تاني؟ فيها حاجه بسيطه كده هنقولها بعدين، لكن لكل قاعده شواذ. يعني ايه اللي هي ايه؟ قاعده مش يعني مش صالحه لبقيه حاجات كتيره قوي. تمام؟ بس تكون انت عارفه ان ده طلع فيهم في كلا الاحوال اطلع لساني زيها. هي دي الحروف اللثويه. تمام؟ لازم اطلع لساني. تمام؟ طيب انا كده يبقى خلصت الاس قبلت الاتش فعملتها صوت ايه؟ السي قبلت الاتش فقالت لها يلا نلعب والتي اتش ليها تو ساوندز، الاولاني والتاني وحلها ايه؟ نكتب فوق الحرف الصوت اللي احنا سمعناه. كده خلصنا 1 2 3 من الدياجراف. هناخد دلوقتي الصوت ده. طيب بص كده معايا. الصوت ده يا ولاد ان لوحدها لما بتيجي بفتكر بيه صوت الطياره. والجي لوحدها انا براجع ج ج ج ج ج اللي هو الحوض اللي مليان ميه وعايز يتصلح، وكان مليان ميه. اول ما ظبطنا الميه بتاعته فعمل دوامه. الدوامه بتسحب الميه في الحوض فبتعمل ج ج ج ج ج. تمام؟ انا براجع معاكم. طب افرض الاتنين جم مع بعض اهو، قابلوا بعض ومسكوا في ايدين بعض اهو، ساعتها هنا صوتهم ايه؟ انا هديك مثال وحاول تعمله معايا. يا طفل يا صغير، لو قلت لك قوم اشتغل ماما، انت هتمسك ماما وتيجي ترفعها هتلاقي ماما ايه؟ تقيلة قوي. فهتعمل ازاي؟ هتحبس هنا هتقول والجي هتحبسها جوه مراخينك لانك بتشد حاجه، بترفع حاجه تقيله من الارض وترفعها لفوق. هتعمل ازاي؟ الصوت الان هنسمعه والجي هنكتمها في مراخيننا، هنحس في مراخيننا بتعمل اهتزاز واحنا بنعملها. تمام؟ تعال اديك مثال وانت هتفهم. تعال
تعال نشوف كلمة. الكلمة دي اسمها ايه؟ ايه؟ دول مع بعض. كين كين كين. ما بقولش كينج، ما بقولش كينج جج، ما بنطقهاش. امال ايه؟ بقفل عليها مراخيني، بطلعها من مراخيني مكتومه. كين. سمعتي كده الكتمه؟ كين. طب دي س سن. في هنا تحس ان انت بتقولها ان ما يكون عندك برد، وطلعها من مراخينك قوي. سن سن كن كن. تمام كده. يبقى هما تشوفهم مع بعض. اعتبر انت بقول لك يا طفل يا صغير، انت قوم اشتغل ماما، هتقول يعني اللي هو يعني اللي زق معايا يا ماما انت تقيل قوي. يعني فاهم؟ فانت هنا الان بتشتري الجي فتعمل يعني اللي هي ايه، تقيلة عليها مش قادرة. تمام. فبتحبسها فين؟ في مراخينك كده وانت بتقولها. يبقى هنا كان سن. هنا كلمة morning. morning. ما تقوليش morning، ما تقوليش morning جج، دي مش عايزة اسمعها. دي من كتر ما هي تقيلة بحبسها في مراخين الان، بتحبسها جواها في مراخينك. morning morning. تمام كده. كين سن morning. ويبقى كده لما اشوف الان والجي مع بعض على طول الان هتشتري الجي وتحبسها جواها لان هي تقيله عليها. طيب هديك معلومه صغيره. افرض قابلت العكس، الجي الاول وبعدين الان، يعني الكبيره الاول وبعدين الصغيره، اعتبرها مش موجوده. ساين. تاني، افرض عكست انا بديك حاجه جديده. افرض انت عكست وقابلت الجي الاول وبعدين الان، انطقها ازاي؟ اعتبر الجي دي مش موجوده، اكتبها وما انطقهاش. ساين. تمام. يبقى عشان تبقى عارف، يعني الكبيره الاول اللي هي مام اللي انت اشتلتها، وبعدين انت يا مسكين جيت بعديها، هتقول على ايه؟ احنا مش هنبقى موجوده معانا، هكتبك بس ما انطقيش. تمام. يبقى انا عرفت دلوقتي معلومه جديده. يبقى ده صوته ده صوته ش. ده الصوت بتاعه تش 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 تش. واخد واحدة بس يبقى تش. ده صوته 2 sounds. لا إما لا إما ذ، من الحروف اللسوية اللي لازم أطلع فيها لساني. ده صوته ولو عكسنا أعتبر إن الجي مش موجودة. تمام. silent. بس بسيطة جدا ومفهومش أي حاجة. أنت كده لو وصلت للمرحلة دي يبقى ما شاء الله عليك. عادي دلوقتي إن شاء الله الفيديو اللي جاي هنراجع على كل الأصوات اللي أخدناهم عشان لما جه أمل ليك تكون مستعد. اتفقنا؟ في حاجات تانية جراف، طبعا في حاجات تانية كتير، لكن هراجع الأصوات اللي فاتت كلها عشان كده يبقى خلصت المستوى الأول. وانت ما شاء الله عرفت تقرأ كلمات ب4 حروف، كلمات ب3 حروف، الحروف الشورت فاولز عرفت تنطقهم. وبنراجع مع بعض ان شاء الله هتبقى كويس. خلص بس المستوى ده وهناخد الباقي بإذن الله. لو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.